فيلمنا بيبدأ في الماضي قبل 15 سنة بماسيو وإيميلي، وبيكونوا جواسيس في الاستخبارات البريطانية وبيعملوا مهمة سرية، ولكن بيعجبوا ببعض وساعتها بيعملوا علاقة في السر. وبعدها إيميلي بتكون في الحمام ومعاها تيست الحمل وبتتأكد إن هي حامل، وبيركبوا عربيتهم وبيروحوا للقصر اللي فيه المهمة، وبيتواصل معاهم من خلال السماعات اللي في ودانهم تشاك، وتشاك ده بيكون هو رئيسهم في الاستخبارات، وبيعرفهم إن هما لازم يدخلوا حفل عيد ميلاد الإرهابي اللي اسمه جور، وجور ده بيكون رئيس منظمة فالكو الإرهابية، وبيقول لهم إن هما لازم يندمجوا في الحفلة زي ما يكونوا مدعوين فيها علشان يوصلوا للأداة الإلكترونية اللي اسمها المفتاح، والمفتاح ده بيكون أداة تتحكم في النظام الصناعي للبيئة التحتية والموانئ والمفاعلات النووية في إنجلترا. ولما بيدخلوا الحفلة بيقدروا يتسللوا المكتب وبيفتحوا الخزنة السرية اللي فيها وبياخدوا منها المفتاح، ولكن بتنتهي صفارة الإنذار وبيدخلوا الحراس، فبيتغلب ماسيو وإيميلي عليهم وبيخرجوا. وفي طريقهم لبره بيفضلوا يتخانقوا مع رجالة جور وبيتغلبوا عليهم باستخدام مهاراتهم لحد ما بيخرجوا من القصر وبيهربوا، فبيطلب منهم يتشاك يروحوا للمطار ويقابلوا بارون زميلهم اللي هيجهز لهم طيارة يركبوها. فبيوصلوا للمطار وبيكون بارون في انتظارهم، فبيسلموا عليه وبيودعهم وبيتمنى لهم رحلة عودة سريعة. وعلى الطيارة بتتكلم إيميلي مع ماسيو وبتعرفوا ان هي حامل، فبيقول لها ماسيو ان رغم ان هما ما يعرفوش بعض زمان الا انه حس ان هو توأم روحها، وعلشان كده هو عاوز يفضل معاها ويربوا الطفل سوا. فايميلي بتقول له ان انجاب طفل تربيتهم ليها تتعرض مع حياتهم الخطر اللي بيعيشوها دايما وهما جواسيس، ودي حاجه هي عارفاها عن تجربه شخصيه. فبيحاول ماسيو يطمنها وبيقول لها ان هما هيلاقوا حل، وبيكون سعيد وعاوز يحتفل بان هما هيجيبوا طفل لأن هو كان دايما بيتمنى يكون عنده أسرة. فبتحس إيميلي بالتعب فبتستأذن عشان تدخل الحمام، ولكن مضيف الطيران بيقول لها ان الحمام خارج الخدمه، فبتحس ان في حاجه غلط وبتبص لماسيو فبيفهمها على طول، وبيعرف ان رجاله جور معاهم على الطياره. وبالفعل بيمسكها المضيف وبيهددها بالمسدس اللي في ايده، وبيهدد ماسيو علشان يرجع المفتاح اللي سرقوه، فبيرمي له ماسيو المفتاح. في اللحظه دي بتقدر ايميلي تلوي ايده وبيهجم ماسيو عليه، وبيظهر رجاله جور التانيين في الطياره وبيدخل اشتباك معاهم، ولكن ماسيو وإيميلي بيستخدموا مهارتهم وبيوجهوا الضربات ليهم. واحد من رجالة جور بيمسك المسدس من على الأرض وبيحط فيه الرصاصة علشان يضرب نار على إيميلي، لكن ماسيو بيلحقه وبيمسك إيده فبتنحرف الرصاصة وبتسيب الطيار اللي بيموت فورا، والطيارة بتبدأ تنزل بيهم وبتصطدم بجبل جليد فبيتحطم أجزاء منها وبتفضل تنزل على الجليد وبتكون في طريقها للمنحدر. فبسرعة ماسيو وإيميلي بيروحوا لمكان المظلات اللي على الطيارة، ولكنهم بيلاقوا مظلة واحدة بس اللي موجودة، فبيقول لها ماسيو إن هي لازم تاخدها وتنط بيها علشان تنجز نفسها وطفلها اللي في بطنها، ولكن إيميلي اللي بتمسكه بتنط بيه وبتفتح المظلة وبيتعلقوا هما الاتنين في بعض وبيقدروا ينجحوا في تحطم الطيارة وبيهبطوا على الأرض. وبتسأله إيميلي هي دي الحياة اللي هما عايزين يعيشوها، خصوصا بعد ما عرفوا خلاص إن هما هيجيلهم طفل والطفل ده لازم يعيش حياة طبيعية ويلاقي أب وأم يحبوه ويحموه. وبتكمل كلامها وبتقوله إن المفتاح اللي كان المفروض يرجعوه لإنجلترا بيضاع، والكل هيفتكروا ماتوا في تحطم الطيارة، ودي فرصة إن هما يختفوا ويسافروا لأمريكا ويعملوا أسرة هناك ويوفروا طفلهم اللي جاي حياة طبيعية. فبيعجب ماسيو بالفكرة وبيوافق عليها، وبالفعل بيقرروا يرموا حياتهم اللي فاتت كلها ورا ظهرهم. وبتعدي 15 سنة وبنشوفهم في الوقت الحاضر وهم موجودين في أمريكا، وبيكون عندهم بنت اسمها أليس وولد اسمه ليو، وبيحاولوا ينسوا شخصياتهم القديمة كجواسيس ويربوا أولادهم تربية سليمة، وبياخدوهم بالعربية وبيوصلوهم للمدرسة بتاعتهم. وبيطلب ماسيو من ابنه ليو يخلي باله من نفسه وبيقول له لو احتاج حاجة يضغط على الزر اللي في الخاتم اللي لابسه، والخاتم ده بيكون في جهاز تتبع وكمان بيقيس ضغط الدم والسكر في الجسم علشان هو مريض. وبعدها بنشوف ايميلي اللي بنتها إليس وهي واقفة مع أصحابها فبتراقبها بالمنظار، وبتكون دي عادة هي مش عارفة تتخلص منها علشان كانت جاسوسة قديمة. وبنشوفها وهي بتبوس شاب زميلها فبتستغرب لأن هي عمرها 14 سنة بس، ولكن بيفضلوا في العربية بيراقبوها. وبتتصل أليس بيهم بالتليفون وبتقول لهم إن هي شايفاهم وهما بيراقبوها، ودي حاجة بتحرجها قدام أصحابها. فبيرجع ماسيو وإيميلي للبيت وبتحاول إيميلي تفتح اللابتوب الخاص ببنتها علشان تتجسس عليها وتعرف إذا كانت بتعمل حاجة غلط ولا لأ، وده لأن هي مش قادرة تتخلص برضه من عادتها القديمة كلها، وبتقدر تخمن بسهولة رقم السر بتاع اللابتوب بتاعها وبتفتحه وبتشوف الرسائل اللي عليه، وبتعرف إن أليس هتروح مع صاحبتها المالها ليلي، فبيروحوا بعربياتهم لهناك علشان يلحقوا بنتهم القصر قبل ما تشرب أو تعمل أي حاجة غلط. ولما بيوصلوا هناك بيحاولوا ياخدوها معاهم، ولكن أصحابها الولاد بيتدخلوا وبيمنعوها وبيقعدوا يستفزوهم بالكلام، فبتضطر إيميلي تستخدم مهاراتها وبتضربهم. وواحد منهم بيصور بالتليفون اللي هي عملته وبيدوس على الزر النشر، فبياخد ميسي التليفون من إيده وبيمسح الفيديو وبياخدوا أليس معاهم وبيخرجوا. وفي العربية بتعرف أليس إن هما فتحوا اللابتوب بتاعها وشافوا الرسايل، فبتتعصب عليهم لأن هما دايما بيتجسسوا عليها
وبتسألهم هي مستغربة ازاي عندهم المهارات القتالية دي واتعلموها امتى. فبتقول لها ان هم اخدوا كام حصه في التايكوندو زمان. فبتقول لهم أليس ان هم كدابين وان هي دايما حاسه ان في حاجه غلط من الماضي بتاعهم مخبيينها، وبتسيبهم وهي متضايقه وبتطلع اوضتها. وتاني يوم الصبح بيرن جرس الباب، ولما بيفتحوه بيلاقوا قدامهم تشاك اللي كان رئيسهم في الاستخبارات قبل 15 سنة. بيكون عارف ان هم عايشين لان هو شاف الفيديو اللي اتنشر على السوشيال ميديا لما كانوا بيضربوا الشباب في الملهى الليلي، وبيعرفوا ان هم ملقوش المفتاح بعد ما الطياره اتحطمت، وان بور زعيم منظمه فالكو بيدور عليهم السنين اللي فاتت دي كلها لانه عارف ان المفتاح معاهم. فبيقول له ايميلي ان ضاع منهم المفتاح في الطياره لما اتحطمت، ولكن تشاك بيقول لهم ان هو اكيد في خطر لان بور مقتنع ان المفتاح لسه معاهم. واثناء ما تشاك بيتكلم بيتضرب عليه رصاصه من قناص وبيموت، فبينصدموا وبيجروا لجوه البيت بسرعه وهما بيتعرضوا لاطلاق النار من بره، وبيروحوا بسرعه للجراج عشان يركبوا العربيه ويهربوا. وبتخرج العربيه من الجراج فبيضرب عليها رجاله جور النار، لكن لما بيقربوا منها ما بيقولوش فيها حد، وبيكون دي تمويه عملوه ماسيو وايميلي علشان يهربوا منهم. وبيطاردوهم رجاله جور بعربياتهم، وايميلي بتكون مصدومه ومش عارفه ليه بيطاردوهم والمفتاح فعلا مش معاهم. فبيصارحها ماسيو هنا، وان هو بيقول لها ان هو اخذ المفتاح من الطياره قبل ما تتحطم علشان ما يقعش في ايد حد. فبتنصدم ايميلي لانه كان مخبي عليها، وبتستمر مطاردة رجالة جور اليوم بالعربيات. وبيكمل ماسيو كلامه وبيقول له ان هو كان مخبي المفتاح في مخبأ سري عند بيت امها في انجلترا، ولازم يسافروا لانجلترا فورا وياخدوا المفتاح ويسلموه للمخابرات البريطانيه وهم يطلبوا الحمايه منهم. فبتسأله ايميلي ان ليه خبى المفتاح في بيت امها، فبيقول لها ان ده امن مكان. في الوقت ده بيتقرب عربيه جور منهم وبيضربوا النار عليهم، فبياخد ماسيو ازازه كوكولا وبيحط فيها قطعه حلوى وبيرميها على العربيه التانيه. فبتفور الإزازة في العربية والسواق ما بيشوفش الطريق اللي قدامه، فبتتقلب العربية بيهم. وبكده بيقدر ماسيو وإيميلي يخلصوا من رجالة جور، وبعدها بيروحوا بسرعة لمدرسة أليس وليو فبياخدوهم معاهم وبيتجهوا للمطار، وبيقولوا إن هم هيسافروا يزوروا جدتهم في إنجلترا. وطبعا أليس وليو بيكونوا مستغربين لما بيعرفوا إن هم عندهم جدة عايشة في إنجلترا، وده لأن إيميلي كانت مخبية عنهم ومش عايزاهم يعرفوا حاجة عن أمها. وبتحس أليس وكمان ليو إن هم مخبيين عنهم حاجة لأن كلامهم مش منطقي، فبتطلب منها إيميلي يسمعوا الكلام دلوقتي وبعدين هيعرفوهم كل حاجة. وعلى الطيارة بتكون إيميلي وماسيو مترددين إن هم يكشفوا الحقيقة لأولادهم، وبتقول إيميلي إن الكذب عليهم هيخليهم في أمان، والأفضل إن هم ما يخليهمش يعرفوا إن هم كانوا جواسين زمان. ولما بيوصلوا المطار بياخدوا عربية عشان يروحوا لبيت أم إيميلي، وفي الطريق بيطلبوا من أولادهم ما يستخدموش الإنترنت ولا التليفونات. وبنكونش إليس وليو فاهمين هم بيطلبوا منهم كده ليه، وبيقفوا في محطة بنزين وبتاخد إليس وليو فلوس من ماسيو علشان يدخلوا ياكلوا وجبة خفيفة في المطعم، وما بيسمعوش الكلام وبيفتحوا نت من على جهاز كان مخبيه ليو. وبعد شوية إيميلي وماسيو بيشوفوا رجالة جور بيظهروا في المحطة، فبيمسك ماسيو خرطوم الوقود وبيولع النار بالولاعة بتاعته وبيهوش عليهم علشان ما يقربوش. وبتتحرك إيميلي وبتتخانق معاهم، وكل ده أليس وليون بيشوفوهم من جوه المطعم. وبيقدر ماسيو وإيميلي يتغلبوا على رجالة جور باستخدام مهارتهم. وبعدها أليس وليو بيركبوا العربية بسرعة وبيهربوا من المكان، وبتطلب أليس وليو منهم تفسير اللي شافوه، فبيضطروا يعترفوا لهم بأنهم كانوا جواسيس في المخابرات البريطانية قبل 15 سنة، وإن الرجالة اللي كانوا بيتخانقوا معاهم دول محطة البنزين كانوا بيطاردوهم. فبينصدم أليس وليو لما بيسمعوا كده وبيحسوا إن الكلام منطقي لأنهم كانوا دايما حاسين إن في حاجة مريبة ورا أبوهم وأمهم. وليو بيكون منبهر جدا لأن هو بيحب أفلام الجاسوسية جدا، وبيعترف لأبوه إن هو استخدم النت من جهاز مخبيه معاه. فبياخد منه موسيو الجهاز وبيرميه من العربية، وبيوصلوا عند بيت أم إيميلي وبتتفاجئ أليس وليو لأنه قصر كبير، وبيدخلوا وبيشوفوا جدتهم اللي اسمها جينا وبتكون بتصطاد الطيور ببندقيتها. وجينا دي كانت جاسوسة زمان في المخابرات البريطانية، وبتاخدهم معاها لجوه القصر بتاعهم وبتعرفهم على حبيبها الشاب اللي اسمه نيجر. وبياخد نيجر أليس وليو جوه القصر، وإيميلي وماسيو بيتكلموا مع جينا وبيعرفوها كل حاجة عن المفتاح ومنظمة فالكو اللي بتطاردهم. ومنلاحظ من كلام إيميلي مع جينا إن علاقتها بيها مش كويسة، وجينا بتلومها إن هي ما كانتش بتزورها ولا حتى خلت أولادها يعرفوا إن هي عندها جدة. فبتقول لها إيميلي إن هي كانت عايزة أولادهم يعيشوا حياة طبيعية غير الطفولة الصعبة اللي هي عاشتها معاها، لأن هي كمان كانت جاسوسة. وأليس بتكون في الوقت ده سمع الكلام اللي قالته إيميلي لجدتها، فبتفهم دلوقتي أمها كانت مخبية عنيهم ليه إن هما كانت جواسيس، لأنها كانت عايزة تحميهم من التعرض ليه زمان. وبعدها ماسيو بياخد إيميلي للمخبأ السري اللي جنب القصر وبياخد منه المفتاح اللي كانوا مخبيه، وساعتها بيسمعوا صوت طيارة هليكوبتر هبطت في القصر، فبيرجعوا بسرعة على هناك. ولما بيدخلوا بيقولوا يا رجالة جور دخلوا القصر ولابطين جينو ونيجر،
وبيستسلموا وما بيقاوموش لما بيشوفوهم ماسكين أولادهم إليس وليو، وبيمسك ماسيو المفتاح في إيده وبيقول لهم إن هو هيديلهم بشرط إن هم ما يأذوش أولادهم. في اللحظة دي بيظهر تشاك قدامهم ويتفاجئوا لما بيشوفوه عايش، لأن هم شافوه قبل كده بياخد الرصاص وبيموت. فبيقول لهم تشاك إن هو اتفصل من منصبه في المخابرات البريطانية، وده بسبب تحطم الطيارة وإن هو ضيع المفتاح، لأن جهاز المخابرات اعتبره ده فشل مش ممكن يتقبله، وخسر وظيفته وحاجات كتير تانية في حياته. وعلشان كده هو خان المخابرات وتعاون مع جور علشان يوصل لهم، وبياخد منهم المفتاح وراح لبيتهم وخدعهم ان هو اتضرب بالرصاص ومات. ولكن ده كله كان تمثيلية، ده علشان يدفعهم ان هم يروحوا على المكان اللي مخبين فيه المفتاح ويديهولهم. وبالفعل خطته نجحت وقدر يوصل للمفتاح وبياخده منهم. في الوقت ده بتقدر الجدة جيني ان هي تفك نفسها وبتتسلل وبتاخد سلاح مكان مخبيه في المطبخ، وبتضرب على رجالة جور السلاح، وبيكون عبارة عن سهام مخدرة، وبتتخانق مع رجالة جور باستخدام مهارتها في القتال لأن هي كانت جاسوسة قديمة. في الوقت ده تشاك بيسمع صوت من بره، فبسرعة بيتحرك ماسيو وإيميلي وبيهجموا على الاتنين وبياخدوا الأسلحة منهم. ولكن تشاك بيكون ماسك أليس وليو وبيهددهم إن هو هيخلص عليهم، وبيجوا راجلين من ورا ميسيو وإيميلي وبيضربوهم وبيفقدوهم الوعي. وبياخد تشاك أليس وليو مع الطيارة الهليكوبتر وبيطير بيها بره القصر. ولما بتفوق إيميلي وماسيو بتعرفهم الجد جيني إن تشاك أخد أولادهم، وبيروحوا يشوفوا الكاميرات وبيشوفوا ابنهم ليو وهو بيشاور ليهم لما كان رجالة تشاك واخدينهم، ودي جرعة عملها ليهم علشان يشوفوها ويفهموا ان هو لابس خاتم التعقب في ايده، ويقدروا من خلاله اللي هم يحددوا المكان اللي هم مخطوفين فيه. وبالفعل بيقدروا يحددوا مكانه اللي بيكون متحف قدام النهر. هو بيوصل ماسيو وإيميلي بالليل وبيكون المكان ده، وتشاك بيكون هناك في المتحف علشان يعمل مزاد سري علشان يبيع المفتاح للمنافسين بتوع جور ويكسب ثروة من وراه. وعلشان يثبت للمنافسين قوة المفتاح بيتواصل باللاسلكي مع المساعدة بتاعته اللي اسمها دينفيل، وبيطلب منها تستخدم المفتاح وتفصل بيه الكهرباء عن المدينة وترجعها بعد لحظات. وفعلا بيحصل كده قدامهم. وكمان بيطلب منها تفتح الحاجز المائي بتاع النهر، واللي لو اتساب مفتوح لفترة طويلة ممكن يغرق المدينة كلها ويعمل كارثة. وفعلا بتقدر دينفيل إن هي تتحكم عن بعد في الحاجز المائي وتفتحه. في الوقت ده بيتحول ماسيو وإيميلي يدخلوا المكان، ولكن الحراس بيوقفوهم وبيتخانقوا معاهم، وكالعادة بيستخدموا مهارتهم وبيقدروا يتغلبوا عليهم. وهنا بيظهر زميلهم بارون مع رجالة المخابرات وبيقول لهم ان هو عارف ان تشيك خد المفتاح وان هو كان متعاون مع جور، وعلشان كده جم يقبضوا عليه. وبيتعاونوا سوا وبيدخلوا المكان اللي فيه تشيك. ولما تشيك بيشوفهم بيهرب بسرعة، فبيروح ميسي وإيميلي علشان يروحوا يلحقوه. ولما بيخرجوا وراه بيظهر لهم اتنين من رجالة جور راكبين موتوسيكلات وماسكين مسدسات. ولكن في اللحظة دي بتكون الجدة جينا ماسكة بندقية كانز وبتستخدم مهارتها في التصويب عليهم، وبيركبوا الموتوسيكلات وبيسوقوا بسرعة علشان يلحقوا القارب اللي تشيك واخد أولادهم فيه في النهر. ولكن بيطاردوهم رجالة جور وبيضربوا عليهم رصاص. في نفس الوقت بيتكلم باللاسلكي مع المساعدة بتاعته دينفيل وبيطلب منها تقابله على الناحية التانية من النهر وتجيب المفتاح معاها. وبتنجح إيميلي في التخلص من مطاردتها وبتجري بسرعة علشان تلحق القارب اللي عليه تشاك، وده قبل ما يعدي الجسر المفتوح ومش هيقدروا يمسكوه. وبتسرق لانش وبتسوق بسرعة وبتخلي ماسيو يركب معاها في اللانش. في الأثناء دي بيكون نايجر حبيب الجدة جينا مستنيها في العربية ورا المتحف، وبيشوف بالصدفة دينفيل المساعدة بتاعته وهي خارجة وبتركب عربيتها، فبيصطدم بيها بعربيته علشان يوقفها. وبينزل من عربيته وبيلاقيها فقدت الوعي وجنبها المفتاح والجهاز بتاع اللابتوب اللي بتستخدم المفتاح عليه. فبيتواصل مع الجدة جينا وبيعرف ان هو وصل للمفتاح، فبتطلب منه يستخدم المفتاح في ان هو يقفل الجسر المفتوح بسرعة. وبيحاول نيجر يستخدم الجهاز اللابتوب ويتحكم بالمفتاح، لكن في الاول ما بيعرفش. في الوقت ده بتقدر ايميلي وميسي يوصلوا باللانش القارب بتاع تشاك وبينط عليه وبيشتبكوا مع رجالة تشاك. في نفس الوقت بيقدر نيجر يفك الشفر اللي على الجهاز اللابتوب وبيدي امر باغلاق الجسر، وفعلا بيبتدي الجسر يقفل وبيكون القارب متجه للجسر وبيصطدم بيه بالسرعة. فبتؤمر إيميلي إليس وليو إن هم ينطوا في المية، فبيسمعوا كلامها وبينطوا. في نفس الوقت ميسيو بيشتبك مع تشاك وبيضربه، وبتضربه إيميلي كمان وبينطوا من القارب بسرعة. أما القارب فبيخبط في الجسر المقفول وبيولع. وبعدها إيميلي وماسيو أولادهم بيطلعوا من المية، وبيكون ماسيو فخور باللي عمله ابنه لما شاور لهم قدام الكاميرا بإيده اللي لابس فيها الخاتم. وبعدها إيميلي بتحضن بنتها إليس وبتحضن أمها جينا كمان وبيمشوا سوا. وبعدها إيميلي وماسهم بيودعوهم إن هم مش هيعملوا كده وعمرهم ما هيرجعوا لحياة التجسس وهيعيشوا في سلام. وبعدها فترة بنشوف إليس وهي بتلعب كرة قدم وهتشوط ضربة جزاء وبتنجح إن هي تجيب جون وفريقها بيكسب، وماسيو وإيميلي بيكونوا فرحانين ببنتهم وبيحتفلوا معاها. وبعدها بتتكلم إيميلي مع أليس وبتقولها إن هي هتقدر تخرج مع أصحابها براحتها، وبتوعدها إن هي مش هتتجسس عليها تاني.
ولا تراقبها، أو بيسيبوها تروح تحتفل مع أصحابها، وبعدها ما وعدتها إن هي تاخد بالها من نفسها. وبيروح ماسيو وإيميلي يركبوا العربية بتاعتهم، وساعتها بيظهر لهم بارون في العربية، فبيتخضوا وبيعرفوا من بارون إن هما ملقوش جثة شاك بعد ما القارب اصطدم بالجسر، وإن هما كده محتاجينهم في مهمة جديدة. لو عجبك الملخص خليك معانا علشان تشوف كل جديد في عالم الأفلام، وما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك، واستنونا في الفيديو الجاي مع ملخص جديد.